ليه بجاوب على سؤال مالك بمفيش رغم ان بيكون جوايا كلام؟ وازاي لما اتسأل عن مشاعري او لما يكون اصلا جوايا مشاعر ابدا اعبر عنها؟ هو انت كنت تعرفي انك لما بتتسألي مالك فبتقولي مفيش دي وسيله حمايه انت بتستخدميها علشان اتوجعتي من حاجه زمان فبتامني نفسك بالطريقه دي؟ يعني اشرح لك ازاي. دلوقتي انت لما بتتسألي مالك، انت اكيد وانت صغيره اتسالتي مره مالك او عبرتي عن مشاعرك منك لنفسك كده، فكان الرد احتمال يكون انه كان الرد ايه اللي انت حاساه ده؟ لا 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 غلط، لا مفيش الكلام ده، لا ما حدش كان يقصد اللي انت فهمتيه ده. هو انت بتفكري كده؟ هو انت حاسه كده؟ ده احنا اتصدمنا فيك، احنا كنا فاكرينك حاجه تانية. اللي بيحصل انك بيوصلك رساله انه ايه ده؟ هو انا تفكيري غريب؟ هو انا مشاعري غلط؟ هو انا ممكن انتقد او الام على المشاعر اللي انا لسه معبره عنها؟ فانتي بتقرري انه انا مش هبادر ومش هقول انا حاسه ايه غير لما حد يجي يسالني احتياطي عشان امن نفسي. ولما هتسال ساعات مش هقول علشان انا معرفش رد فعل اللي قدامي هيكون ايه على المشاعر بتاعتي، وبالتالي انا هاخد الطريقه بتاعه مالك مفيش دي اسلوب حمايه اتاكد فيها الاول ان اللي قدامي عاوز يسمع مشاعري، وان هو لما يسمعها هيحترمها مش هيتريق عليها ومش هيوجعني فيها. وبتاخدي فكره ان هو يتحايل عليكي عشان يعرف مالك، دي الرساله اللي بتوصل لك شعور الامان انه اطمني هيقبل مشاعرك. بصي هو مهتم اهو، بصي هو بيتحايل عليك عشان يعرف اهو، بصي هو مشغول وعاوز يريحك ازاي، فلو قلتي دلوقتي هيبقى امان. فانتي بتستخدمي الطريقه دي علشان اتوجعتي من حاجات قبل كده عبرتي فيها عن مشاعرك بس ندمتي انك قلتي بعدها. بس المشكله فين؟ المشكله ان ده بقى اسلوب تواصلك وتعبيرك عن مشاعرك، هو دايما مالك مفيش. فبقيتي كل مره تبقي حاسه حاجه تستني نفس الدايره دي، تستني انه اللي قدامك يجي ويتحايل عليكي ويحس بيكي عشان تطمني انه مش هيخبطك في حاجه بعد ما يعرف. طب لو قابلت حد ما بيتحايلش عليا هعبر عن مشاعري ازاي؟ طب لو كنت في علاقه شغل مش علاقه شريك حياه هيتحايل عليا عشان بيحبني، لو شغل وانا متضايقه من حاجه ومستنيه مديري يجي يقول لي، مستنيه زمايلي يلاحظوا اني متضايقه، مستنيه مديري يعرف ان انا مش عاجبني كذا، مستنيه اختي تحس بيا طب الناس ما خدتش بالها هتعملي ايه؟ هتعيشي طول عمرك مستنيه اللي قدامك يحس بيكي ويفهمك ويلقطك هو عشان تطمني انه شايفين الدايره؟ فده بيحولك لايه؟ لشخص دايما ما بيعرفش يبادر ويعبر عن مشاعره، لشخص دايما مستني يطمن الاول من الطرف اللي قدامه انه مش هيرفضه ومش هيرفض تعبيره ومشاعره عشان يبدا يعبر هو. نسبه بقى انك تقابلي حد كده وده يحصل كام في المية؟ كم مره تحتاجي تعبري وده مش هيحصل فهتتكتمي وتسكتي مستنيه الطرف التاني لما يجي؟ طيب ايه اللي بيحصل وايه اللي بيخلينا ان احنا نبقى الشخصيه دي اللي هو انا عارفه انا حاسه ايه بس انا دايما لما اتسال عليه اقول مالي، يسالوني مالي اقول مفيش؟ تعالوا كده نرجع شويه واشرح لكم البنت دي في الغالب مرت بايه خلتها النهارده بتتسال مالك بتقول مفيش رغم ان جواها فيه. وهتطلعوا من الفيديو ده عارفين ده بيحصل ليه، اتعامل معاه ازاي، وازاي ابقى شخصيه معبره عارفه تعبر عن مشاعرها واحتياجاتها بوضوح. بيس يا ماو؟ تمام اوكي. طيب ايه بقى ايه الحاجه اللي البنت دي مرت بيها خلتها عامله كده وتتسال مالك تقول مفيش؟ اول حاجه انه في الغالب هتلاقي البنت دي اتربت مع او وسط ستات كانوا دايما لما بيتسالوا مالك بيقولوا مفيش، ده كان تكنيك العيله. او كانت مثلا لما شريك بابا البنت دي يسال مامتها مالك فهي تقول ايه؟ لا مفيش حاجه، والبنت عارفه ان مامتها في حاجه مضايقاها وملاحظه وبتلقط ده، بس هي بتيجي قدام باباها وتروح قايله ايه، باباها اللي هو شريك حياه مامتها، فتروح قايله ايه؟ لا مفيش حاجه. فالبنت اتعلمت ان احنا لما بنبقى حاسين حاجه احنا ما بنقولهاش، لما بنبقى حاسين حاجه بنستنى ان قدامنا يتحايل علينا علشان نقول له. طيب ده افقد البنت ايه؟ افقدها مساحتها وحقها في انه اوكي انك انت تعبري عن مشاعرك. الرساله دي ما وصلتلهاش، هي ما جواهاش رساله بتقول ينفع اعبر عن مشاعري، ينفع اقول انا حاسه ايه ومحتاجه ايه، بس هي جواها دايما رساله بتقول داري مشاعرك، قولي عكسها، ما تظهريهاش، ولما الناس تتحايل عليكي بعد كتير يبقي قولي، واحيانا برضو ما تقوليش امن لك. دي الرسائل اللي جوه البنت دي اللي بتخليها ما بتقولش او ما تعبرش عن مشاعرها. طيب ده كمان افقدها ايه؟ افقدها مهارات التعبير، افقدها ان هي تشوف مامتها
لما ماما بتحس بتقول مشاعرها ولا لا؟ افقدها انها تعرف تسمي مشاعرها. ممكن تبقى قاعده متضايقه بس هي مش عارفه هي متضايقه ولا هي حزينه ولا هي غضبانه ولا هي منزعجه ولا هي حرانه ولا هي قرفانه، كلهم حاجات متضايقه هي صح. بس لما الام ما بتعبرش، البنت ما بتعرفش تميز بين انواع المشاعر وبتسميهم كلهم متضايقه، بتسميهم كلهم مش مرتاحه. بس هي ما بتعرفش تقول انا حاسه ان انا منزعجه علشان كذا، مش انا حاسه ان انا متضايقه من كذا، انا حاسه اني حزينه عشان كذا، انا حاسه بحزن، انا حاسه بغضب، انا حاسه باني مش مرتاحه، عشان هي ما اتعلمتش تشوف حد بيعرف يوصف او يسمي المشاعر. تاني حاجه، ما اتعلمتش او افتقدت انها تتعلم مهاره ازاي اعبر عن مشاعري في جمل. هي دايما لو افترضنا انها عرفت تقول هي حاسه ايه وتسمي الشعور، فهي مش عارفه تصيغ الشعور ده في كلمات، مش عارفه تعمل حوار مع حد قدامها بتحكي فيه وبتوصف فيه هي حاسه ايه. ليه؟ لانها مش عارفه تحول المشاعر دي لكلمات والكلمات لجمل. طيب، فبتطلع البنت دي لما بتتجوز بيحصل ايه؟ بيجي شريك حياتها يقول لها مالك، هي تفتكر ايه؟ تفتكر مامتها لما باباها كان بيقول لها مالك هي كانت بتعمل ايه؟ هي كانت بتداري وما بتقولش، بتقول العكس وبتستناه يتحايل، فتبقى تاخد نفس النمط اللي مامتها كانت بتاخده. طيب، تاني حاجه ايه؟ هي ارتبطت او دخلت علاقه بس هي مش عارفه تقول لشريك حياتها هي محتاجه ايه. اصلا هي مش عارفه هي محتاجه ايه. ليه بقى هي مش عارفه هي محتاجه ايه؟ لانها ما شافتش بتلقط هي حاسه ايه، ما شافتش بتدي احترام ومساحه للاحساس اللي هي لقطته او الاحتياج اللي عندها. فما شافتش مامتها مثلا بتقول والله انا حاسه اني مرهقه، لاحظت انها مرهقه فقالت، فسمت الشعور انا حاسه اني مرهقه، فادت مساحه واحترمت الشعور ده، فقالت ايه؟ انا محتاجه ارتاح شويه لاني النهارده اشتغلت كتير وارهقت. لا، هي كانت بتشوف مش عارفه هي حاسه ايه، ما بتحترمش اللي حاساه لان اصلا مش عارفاه، ثم بتتحرك بره عكسه باللازم والمفروض. انا ما ينفعش ارتاح عشان ورايا كذا، انا ما ينفعش اخد مساحه لنفسي عشان خاطر ما حدش هيسمح لي، عشان جوزي مش هيسكت، عيالي مش هيسيبوني، امي مش عارفه ايه. والحقيقه انه ده مش مامتك ومش عيالك ومش جوزك، هي الحقيقه انك ما تعودتيش انك ينفع تسمعي مشاعرك واحتياجاتك وتتحركي بناء عليهم وتراعيهم. كل دي حاجات البنت بتفتقدها علشان هي ما شافتش النسخه دي. ولكن يبقى سؤال مهم قوي، هل احنا بنتكلم في الحاجات دي النهارده عشان نقول ان مامتها هي السبب؟ absolutely no. ليه؟ لان انا كده كاني بقولك بصي انا عجزتك، انا خليت السبب براكي واستني بقى انت حظك ان مامتك ما كانتش كده. بس السؤال تاني، كم واحده مامتها ما كانتش كده بس اشتغلت على ده واتعلمت المهارات بتاعته وبقت ست عارفه تعبر عن مشاعرها، عارفه تلاحظ مشاعرها وجسمها واحساسها وعارفه تعبر عنه، صح؟ فاحنا النهارده بنتكلم في الموضوع ده مش عشان نشوف ان اللي فات كانوا هم السبب فيعيني عليا، لا، دي مش مدرستي خالص. ولكن احنا لما بنفهم احنا مرينا بايه بنعرف احنا محتاجين نشتغل على ايه، بنعرف هو انا هبقى عامله كده عشان ايه، فبالتالي انا محتاجه اعمل ايه في انهي نقطه بالظبط. يعني مشكلتي في انهي حته، مش بدي حل الحاجه انا مش عارفه مشكله كانت فين بالظبط. يعني انا عندي مشكله في المطبخ، فين في المطبخ؟ محتاجه سباك، محتاجه سمكري، محتاجه نجار، محتاجه ايه، صح؟ فلما بوصف او بحدد المشكله فين بعرف ايه الحل بقى اللي انا محتاجاه او محتاجه اشتغل على ايه عندي بالظبط. دي حاجه مهمه قوي. طيب، يبقى قلنا انه البنت بتحتاج السؤال بتجاوب على سؤال مالك مفيش كاسلوب او كتكنيك حمايه لنفسها عشان تامن نفسها انه لو شريك حياتي قال لي مالك وانا قلت له اللي عندي وبعدين اتريق عليا ولا ما عجبوش كلامي ولا تفه منه، فانا كده في امان ان انا ما قلتش. وبعد كده هو تكنيك بتستخدمه. تاني حاجه قلناها انه لو انا ما شفتش عارفه تتواصل مع مشاعرها وعارفه تسمي المشاعر وعارفه تسمي الاحتياج وعارفه تعبر عنه، انا مش هكتسب المهارات دي، وهيبقى دوري اني ابدا اشتغل على المهارات دي عندي علشان انا هبنيها لنفسي فروم سكراتش، من الزيرو، مش هجيبها من عند، مش هبني على اللي خدته لاني ما خدتش. اوكي؟ طيب، دي حاجه. الحاجه التانيه ودي
مرحله مهمه جدا، وهي جزء اساسي من مدرستي في التعبير والتشافي بالتعبير. هي دايما هتلاقوني بعدي على مرحله علاقتك بنفسك. مفيش حاجه هتعرفي تعمليها بره وانتي جوه علاقتك بنفسك، الحته دي مش موجوده فيها. طيب السؤال بقى، ازاي اخلي المهاره دي بتاعت ان انا اعبر واتكلم واقول اللي عندي، ازاي ابني المهاره دي عندي في علاقتي بنفسي عشان اعرف اعملها مع الناس بره؟ لو انا ما بعرفش انا حاسه ايه مني لنفسي، بيني وبين نفسي، مش عارفه انا حاسه ايه، ومش عارفه اسميه، ومش عارفه احوله لجمل وكلمات، ومش عارفه انا محتاجه ايه، انا مش هعرف اعبر عن ده بره للناس. فلو انت عندك مشكله انك ما بتبقيش عارفه تقولي لشريك حياتك انت حاسه ايه ومحتاجه ايه، او بتبقي عارفه بس مش قادره تقوليه رغم انك عارفه، ابداي اخلقي المساحه دي جوه في علاقتك بنفسك الاول. ابني المساحه اللي انت تعرفي فيها توصفي مشاعرك وتعبري عنها وتحترميها، ثم تبدا المساحه دي بره تبان لوحدها. مش هتبان المساحه دي بره وانت جوه مع نفسك ما بتعمليهاش. طيب ازاي بقى اشتغل على النقطه دي في شخصيتي انا في علاقتي بنفسي؟ بصي يا ستي، اول حاجه انت هتبداي زي ما قلنا تخلقي مساحه لنفسك تعرفي تقولي فيها هو انا حاسه ايه، وتلاحظي نفسك هو انا حاسه ايه، وانا جسمي حاسس ايه، هو انا مشاعري ايه دلوقتي. انا محتاجه اخد وقت ادرب نفسي انا فيه على الانتباه لمشاعري واحساسي وجسمي واحتياجاتي. فمثلا انا دلوقتي قاعده في اوضه، اكيد كلكم قاعدين في اماكن، تمام؟ كل واحد يبقى قاعد في المكان بتاعه، يبدا يحس هو الجو حواليه حر ولا بارد ولا معتدل، تمام انا مرتاح فيه. نفترض انك لقيت ان الجو حر، بما ان احنا دلوقتي داخلين على الصيف او في الصيف يعني. طيب يبقى اول حاجه انا انتبهت ان الجو حواليا حر. تاني حاجه ابدا اشوف انت مرتاح في الحر ده ولا انت منزعج. لا انا حاسه ان انا متضايقه، حاسه اني عايزه الحراره تهدى شويه. طيب ده معناه ايه؟ ايه اللي يريحني دلوقتي؟ ايه اللي انا محتاجاه؟ محتاجه اقوم اخد دش، ولا محتاجه افتح الشباك، ولا محتاجه اعلي درجه حراره المروحه، ولا محتاجه اوطي التكييف شويه عشان الاوضه تسقع اكتر؟ انا هعرف منين اني محتاجه مين فيهم غير لو كنت انتبهت من الاول ان انا حاسه ان الجو حر، جسمي مش مرتاح، محتاج يبرد، فاخترت حاجه من الحاجات دي. ينفع اطلع بره اطلب ان انا حد يوطي لي التكييف من غير ما ابقى عارفه هو التكييف اصلا انا جسمي ساقع ولا سخن؟ ينفع اطلع بره اشتكي من انه الجو حر وانا اصلا مش واخده بالي ان الجو حر؟ صح؟ ما ينفعش اعبر عن حاجه انا اصلا مش ملاحظاها ومش عارفاها. ما ينفعش اطلب احتياج انا اصلا مش ملاحظاه. وده اللي بيخلي ستات كتير بتطلع تتخانق مع شريك حياتها، تقف تتخانق خناقه كامله معاه عشان هو مش مريحها، عشان هو مش بيعمل اللي هي محتاجاه. طب ايه اللي انت محتاجاه؟ تعطل بقى. ايه ده؟ لا هو مش المفروض هو اللي يبقى عارفه ويدوني؟ ده الفخ بقى، اللي البنت اللي اتربت مع ما بتعبرش عن مشاعرها، وباباها كان دايما بيتحايل عليها عشان تقول مالها وهي ما بتقولش، هي ما اتعلمتش انه ده دورها هي، ان هي دورها تعرف هي حاسه ايه وتعبر عنه، وشريك حياتها يلبيه لها اذا كان متاح. فدي واحده من الحاجات اللي بتحصل. طيب يبقى انا تاني محتاجه اخلق لنفسي مساحه اعرف فيها الاحظ انا حاسه ايه، الاحظ جسمي حاسس ايه، الاحظ ان انا دلوقتي في مكان مكركب وده مضايقني. هو المكان مكركب، دي ملاحظه اهي. تاني جوه انا شعوري ايه ناحيه ان هو مكركب؟ ان ده مضايقني. طيب فمحتاجه ايه؟ محتاجه ارتبه، محتاجه ارتب المكتب حتى لو مش هرتب الاوضه، محتاجه اجيب حد ينظف البيت، محتاجه اعزل من البيت، محتاجه ارتب دولابي. فين المشكله؟ ففين الحل؟ ايه اللي مضايقك؟ لما بتعرفي تحددي بالظبط انت ايه اللي مضايقك، بتعرفي تطلبي مساعده مناسبه لحالتك فتفرق معاكي. وده اللي بيخلي بنات كتير بتطلب حاجه وتجيلها اللي هي عايزاه وما ترتاحش ومش بتتبسط. ليه؟ لانه مش ده اللي هي كانت عايزاه. ليه؟ لانها ما كانتش محدده هي محتاجه ايه، حاسه ايه، فمحتاجه ايه، فبتطلبه بره فيجيلها. فهي بتطلب حاجه لمجرد انه يجيلها وخلاص، وما بتريحهاش لانه مش ده اللي هي محتاجاه، لانها مش بتتصل بنفسها عشان تعرف هي مالها. طيب دي حاجه مهمه. حاجه كمان، في حد هيقول لي انا ما حدش بيسيبني اعمل اللي انا عايزاه، ما حدش هيحترم لما انا اقول له ان انا دلوقتي تعبانه مرهقه ومحتاجه انام، محتاجه ارتاح، محتاجه اخد بريك، الشغل مش هيسمح، جوزي مش هيوافق، العيال مش هيسيبوني، ماما مش هترضى. ايا كان انت فين هتقولي نفس الكلام.
طيب الحقيقه ان انا محتاجه اتمرن على ان يكون في حياتي دايره ناس، ولو شخص واحد بيبدا بيا ثم بيزيد بواحد بس بره، اعرف اشاركه احتياجي واعبر عنه والاقي له مساحه معاه. اكبر غلطه البنات بتعملها انها بتحاول تبقى معبره بعد ما كانت مش معبره خالص مع اصعب شخص هي ما ينفعش تعبر معاه دلوقتي. يعني اكتر شخص بينها وبينه تحديات، ما بتعرفش تتكلم معاه، ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض، تروح تتعلم المهاره وتقول لك انا هطبقها مع ده. مش هتعرفي. انت جهازك العصبي متعود على مساحه امان معينه، هتكشفيها فجاه ازاي؟ ما عندكيش الطاقه اللي توديكي للشخص اللي صعب عليكي التواصل معاه في العادي. فلما تتعلمي او تبداي تتعلمي ازاي تتعاملي مع مشاعرك، هاتي شخص يكون امان، اقرب صديقه ليكي، اكتر بنت عمه، مش عارفه ايه، اختك لو ينفع، مامتك، اخو ابنك، اي حد بس تحسي ان هو امان، انه ينفع اتمرن معاه على اني بقول انا حاسه ايه وبعمله، وهو مش بيتريق ومش بينتقد ومش بيقلل وبيقول لي اوكي خدي المساحه دي حتى لو بالكلمه. فدي تاني حاجه مهمه جدا، وانا بخلق لنفسي المساحه اختار شخص واحد. طبعا لو في اكتر يعني حلو، بس انا قصدي لو مفيش حد ادور على اكتر شخص ينفع، اكتر شخص لما اشرح له انا بحاول اعمل ايه دلوقتي هيفهم، حتى لو هو مش شاطر في حته ان هو يتفهم انا بعمل ايه، بس لو شرحت له هيفهم، على الاقل هيسمع من غير ما يعترض ويديني ردود انا مش محتاجاها دلوقتي، او من غير ما يقول لي ايه اللي انت بتعمليه. اختاري اكتر شخص امان وابداي اتمرني معاه على انا حاسه اني محتاجه انام، ممكن اعمل كذا، يقول لك ماشي ممكن نرتبها كذا كذا. انا حاسه اني محتاجه اخرج، ممكن مثلا نرتبها بطريقه مش عارفه ايه عشان اعمل كذا. طب خلاص بصي، ممكن يفكر معاكي ليكي. حتى انا حاسه اني محتاجه اكل حاجه كذا، ممكن وانت جايه تجيبي لي كذا، وجابتها لك وهي جايه، صح. انا حاسه اني محتاجه نعمل مثلا ديت معين او خروجه معينه، فتشوفي اكتر حد اوكي معاكي، يبقى انت احترمتي مشاعرك وعبرتي عنها مع حد ينفع يتجاوب معاكي فيها. فبداتي تحسي بامان تجاه انه ايه ده، انا مشاعري ينفع اعبر عنها وتحترم اهي، ايه ده انا احتياجاتي مقدره اهي، ده لما حد بقول له ان انا محتاجه كذا، ده طلع ان انا اللي ما بقولش، ده طلع ان انا اللي مش بعبر، ده طلع ان في ناس عندها استعداد تعمل لي اللي انا عايزاه وتحترم احتياجاتي وانا اللي ما كنتش بقول. ده انا اكتشفت ان في ناس لما بقول انا محتاجه كذا بيقولوا لي اخيرا طلعتي عايزه حاجه، احنا ياما قلنا لك تعالي معانا، احنا ياما قلنا لك لو عايزه حاجه نساعدك. ده انا اكتشفت ان انا عندي حاجات انا اللي كنت مانعه المساعده انها تجيلي فيها، عشان انا كنت شايفه اني لازم اعملها لوحدي، وكنت شايفه ان محدش هيرضى يعملها معايا او يساعدني او يفكر معايا فيها. ده انا اكتشفت ان انا شايله الهم على الفاضي، ده ربنا جايب لي خالق لي ناس في حياتي يساعدوني ويحسوا بيا ويدعموني، بس انا اللي ما كنتش بقول. قد تكتشفي ان الفكره هنا مش بس انه ما فيش حد يحترم مشاعري واحتياجاتي، لا، ان انا ما كنتش بعبر عنها، فالناس كانت عايزه تعمل وكان موجود اللي يراعيها، بس انت اللي ما كنتيش بتقولي. تالت حاجه هقولك عليها وهتساعدك جدا، ابدأي اتعلمي ان انت اللي تتحاوري وانت اللي تروحي تعبري عن احتياجاتك. ما تستنيش الطريقه القديمه بتاعت لما يقول لي مالك ويلاحظني وياخد باله مني هبقى انا اقول له ان مالي، ده لو كنت بتقولي وقتها يعني. ده انت خدي زمام المبادره شويه بشويه في علاقات سهله ينفع تتمرني فيها على الحته دي، ما تروحيش للحاجات الصعبه تبداي بيها دلوقتي، عشان انت لسه بتحاولي تبني صوره عن نفسك فيها انه امان ان انا اعبر، متاح ان انا اقول احتياجاتي ومشاعري واحتياجاتي وتحترم حتى لو مش هتلبى. ممكن حد يحترم اللي انا بقوله وما يتريقش عليه حتى لو مش هيقدر يلبيهولي، اوكي. ثم في ليفل تاني هلاقي لا، في ناس قادره تعمل لي ده وقادره تديني الاحتياج بتاعي. فابدأي خدي زمام المبادرة في انك تروحي لحد وتقولي له انا محتاجة كذا، انا حاسة بكذا، تيجي نعمل كذا، انا محتاجة اعمل كذا، واشارك حد بس اني بفكر بالطريقة دي، محتاجة اشارك حد بس اني حاسة كذا واني محتاجة كذا، مش عايزة منه حاجة، بس عايزة الاقي مساحة امان ان ده يحصل. فما تستنيش، زي ما قلت لك، ما تستنيش ان الناس تلاحظك وتحسي بيكي من وشك، لانه اوقات هتكتشفي انه انت وشك مش معبر ومش مبين ان انت متضايقه. واحيانا، ودي بقى النقطه الرابعه اللي هنقفل بيها الفيديو، خدي بالك لما بيبقى عندك مشاعر واحتياجات انت بتعبري عنها ببادي، بلغه جسد شكلها ايه، بملامح وش بتقول ايه، الطريقه اللي بتكتبي بيها الاحتياج بتاعك بتبقى عامله ايه. يعني بعض البنات ما بتاخدش بالها انها لما بتيجي تقول هي محتاجه ايه، بتلاقي نفسها دايما بتختار انها
تأنب وتقطب شريك حياتها عشان يفهم من كده انها محتاجه حاجه فيروح يعملها، او تبدا تحاول تحسسه ان هو مقصر. انت ما بتجيش، ما بتعملش، ما بتقولش، ما بتجيبش، ما بتروحش، ما بتوافقش، ما بتريحنيش، مش بتحس بيا. هي دايما بتوريه ان هو مقصر. هدفها منه ايه؟ ان هو يديها اهتمام اكتر، ان هو ياخد باله منها اكتر، ان هو يساعدها مش عارفه فيه اكتر. الفكره دي بتعمل ايه؟ دي واحده من الحاجات اللي بتقفل الناس انها تلبي لك احتياجاتك، اللي بتخلي الناس مش عايزه عندهاش رغبه في انها تدلعك، تديكي، تحسي بيكي. ليه؟ لان الطريقه اللي انت دخلتي بيها تطلبي احتياجك وتعبري عنه بيها كانت مش مناسبه. محدش بيبقى بيحب يحس ان هو مقصر عشان يقوم يعمل. دي طريقه غلسه في التعبير، طريقه غلسه في انه حد يحس دايما ان هو غلطان، مقصر، ملام، فيبقى عاوز يقوم يعملك. دي مش مشاعر تقومك انت نفسك لحد جنبك. فلما تيجي تعبري عن مشاعرك واحتياجاتك خدي بالك من الطريقه اللي انت بتعبري بيها. وعشان تعرفي تعبري بطريقه هاديه محتاجه تبقي قعدتي مع نفسك الاول في المشاعر بتاعتك، محتاجه تبقي بتكتبي مشاعرك، بتتواصلي مع نفسك، بتفهمي نفسك الاول. انا منزعجه وحاسه كذا ومحتاجه كذا، فاطلع في الاخر اعبر لشريك حياتي بقى عن اللي انا محتاجاه. لكن ما اروحش وانا بعبلي كده، اروح بضغطتي، بقرفي، بانزعاجي، اللي انا مش فاهمه انا مالي، ومش عارفه انا محتاجه ايه، ومش عارفه انا حاسه ايه، ومش عارفه هطلبه من شريك حياتي ازاي بطريقه تخليه عايز يلبيهولي. فابدأي بانك تقعدي مع نفسك الاول، تكتبي انت حاسه ايه، تكتبي، فرغي كل غضبك، قوليه بصوت عالي لنفسك، اقفلي على نفسك الاوضه وقوليه بصوت عالي. بس في الاخر اطلعي من الاوضه عارفه انت عايزه ايه، عارفه انت حاسه ايه، عارفه محتاجه ايه، عارفه هتعبري عنه ازاي. فلما تروحي لشريك حياتك او اي حد في حياتك تطلبي منه الاحتياج ده، هتطلبيه من وانت على الكرسي بتاعك كست، مش طالعه تتخانقي علشان تاخدي، مش طالعه تأنبي وتقطمي وتحسسيه بالتقصير علشان تاخدي. محدش بيحب يدي حد بيحسسه بالمشاعر دي. وان اداكي هيديها لك بطاقه عامله ازاي؟ هل دي الطاقه اللي انت عايزه تاخدي بيها الاحتياج بتاعك؟ هيديها لك بالزق. ولما يديها لك بالزق هتقولي ايه؟ هتقولي بصي محدش بيحب حد يقول له انا محتاج ويعبر له عن مشاعره. فتبدا تتكون وتتاكد عندك الصوره القديمه بتاعت ما انا لما بقول بيديهاني هو متضايق، ما انا لما بقول بيديهاني على عينه. ما تبصي للطريقه اللي انت بتطلبيها بيها. ارتاحي في جسمك، تكوني عايزه تطلبي حاجه من حد ارتاحي في جسمك، دلعي نفسك، اهتمي بجسمك، خليكي رايقه وبعدين اطلبي، خليكي مرتاحه وبعدين اطلبي. متبقيش حرانه وملزقه وقرفانه ومش عارفه انت عايزه ايه، ومش عارفه جوزك بالطريقه اللي بيعرف يوافق بيها على حاجتك بتبقى شكلها ايه، بتروحي له امتى وهو عامل ايه، الكتالوج بتاعه هو ده احنا نشرحه في فيديو تاني وحلقه تانيه. ايه الكتالوج بتاع شريك حياتي اللي لما اطلب بيه يبقى هو اللي عاوز ينفذ لي طلبي، مش بس يوافق على طلبي. فهنختصر اللي احنا قلناه في انه فكنا شفرة ملك مفيش وايه اللي بيخلي البنت تبقى كده، وعرفنا ان انا اللي مسؤولة عن بناء مهارة التعبير، ان اسمي مشاعري واعرف اصيغها في كلمات شبهها واعرف اعبر عنها. وعرفنا انه علاقتي بنفسي هتساعدني جدا في التعبير والتواصل مع الناس، واللي انا ما بنيتهوش من جوه مش هيبان بره. فلو عايزه تعرفي تعبري عن مشاعرك واحتياجاتك لشريك حياتك ابداي اشتغلي على المساحه دي عندك انت الاول. رابع حاجه قلناها ابداي اخلقي مساحه امان تشوفي فيها انه ينفع اعبر عن احتياجاتي ومشاعري مع نفسك الاول، ما تبقيش بالناس بره. قلنا ايه تاني؟ قلنا انه محتاجه اخد زمام المبادره في انه ابدا اعبر عن احتياجاتي، مستناش الناس تلاحظني، اختار ناس اتدرب معاهم على حته التعبير، تكونوا ناس شبهي او ناس هيتفهموا الفكره. واخر حاجه قلناها خدي بالك من الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها ان ما يكونش فيها تأنيب، وخدي بالك من علاقتك بنفسك الاول. اكتبي مشاعرك واهدي الاول، روقي جسمك عشان جسمك لما بيبقى هادي بتعرفي تعبري بهدوء. اتدلعي انت، انبسطي، حبي شكلك، حبي لبسك، البسي لبس حلو، خليكي واثقه في نفسك، وبعدين اطلعي عبري للناس بره. ما تروحيش مكركبه ومنبهدله عشان بيفرق في كلامك وطاقتك والكلمات اللي بتختاريها والنيه بتاعتك. واخيرا وليس اخيرا، الكلام مهاره، وفك شفرة الكلام بيحتاج وقت وبيحتاج تمرين وبيحتاج افهم نفسي وبيحتاج ابقى عارفه من جوه انا مريت بايه، انا ايه اللي مخليني عامله كده، اذا انا محتاجه ايه وايه اللي هيساعدني انا بالظبط.
في كل حلقه من حلقات بودكاست شفره الكلام هختار حاجه عامله لنا كده كلكيعه كبنات خصوصا، وهنبدا نفك شفرتها ايه اللي جوانا يخصها، وازاي نتمرن عليها سواء من جوه في علاقتنا بنفسنا ومن بره في الطريقه اللي بنتكلم بيها وبنعبر بيها. هقابلكم ان شاء الله كل يوم جمعه، ان شاء الله هقابلكم كل يوم جمعه الساعه 8 بالليل، هو ده ميعاد البودكاست بتاعنا. اتمنى انه اي حد عنده مشكله في التواصل والتعبير عن نفسه او عن احتياجاته ومشاعره لشريك حياته خصوصا او لاي حد في علاقات هو بيمر بيها، ابعتوا لنا المشاكل اللي بتقابلكم، ابعتوا لنا ايه الحاجه اللي انتوا عايزين نتكلم فيها، ايه الحاجه اللي عايزين افك لكم شفرتها ونشوف ممكن يبقى سببها ايه وحلها ايه، او ازاي نتمرن عليها. ان شاء الله كل اسبوع هيبقى لينا حلقه. قولوا لي رايكم في الحلقه دي، واتمنى تكون كانت مفيده ليكم. وانا عن نفسي استمتعت باني بفصص لكم اللي جوه اللي بيحصل، لانه انا من مدرسه الباطن، من مدرسه انه مفيش بره غير لو كان في جوه، فازاي افهم اللي جوه وانضفه وارتبه واخلق مهارات جديده تساعدني بره، واخلق مهارات عند الانثى اللي هتعبر، عشان انا مش عايزه انثى تاخد من بره الاحتياجات بتاعتها وهي مفتقداها من جواها، لانه مش هيحصل. ومش عايزه انثى تبقى بتعرف تقنع جوزها وبتعرف تاخد الطلبات بتاعتها بس هي بتعملها مش من على الارض بتاعتها ومش من على الكرسي بتاعها. انا عايزاكي ترجعي للكرسي بتاعك، لمساحه الانثى بتاعتك، تتصلي بيها، تبقي مترتبه هاديه، عارفه تتعاملي مع مشاعرك، عارفه تتعاملي مع احتياجاتك، عارفه ازاي تطلبي من مقام الانثى اللي انت ربنا خلقك بيها وفطرتك مفعلاها والادوات بتاعتك موجوده فيها، فيتخلق لك بره المساحه اللي تبقى عايزه تديكي، مش بس اخدها عافيه، لانه على العافيه سهل ناخدها عافيه، بس الاسهل انك تعرفي تاخدي الحاجه من وانتي على الكرسي بتاعك. وهو ده اللي انا بدربك عليه، ازاي اتواصل مع شريك حياتي واعبر عن نفسي وعن مشاعري واحتياجاتي واقنعه واخد اللي انا عايزاه واروح سفريه المالديف ومش واطلع ساحل وارجع مرتين في الاسبوع وكل اللي انت عايزاه، ولكن من وانتي على ارضك. ازاي اتواصل معاه واعبر عن نفسي بنفسي في العلاقه، ازاي اكون موجوده في العلاقه وبعبر عن نفسي فيها، مش بس انا شغاله من بره موجوده من بره وخلاص، لا انا عايزاكي بيكي بحضورك بطاقتك بنواياكي بشخصيتك بالكاريزما بتاعتك بالطاقه بتاعتك بكل حاجه بتعبر عنك، هتطلبي وتعبري وتاخدي وتعملي كل حاجه بس بيكي. وهو ده اللي انا بشتغل مع الناس عليه، سواء في الجلسات او حتى في الورش اللي ان شاء الله اللي عملناها او اللي ان شاء الله هنعملها الفتره اللي جايه. احنا ان شاء الله لسه ما حددناش الميعاد، بس في يوليو، مش عارفه هتشوفوا الفيديو امتى، بس يوليو 2026 هيبقى عندنا ورشه اسمها عبري عن حالك، عن حالك اللي انت حاساه. هتتعلمي فيها ازاي تفكي مخاوف التعبير اللي عندك، وازاي تعبري عن مشاعرك واحتياجاتك، وازاي تفكي لسانك علشان تبقي انثى معبره عارفه تعبر عن نفسها بيها، مش بس تاخد اللي هي عايزاه من بره وخلاص. لو بتشوفوا الفيديو ده بعد الميعاد بتاع يوليو، فالمحاضرة هتكون مسجلة، تقدروا تشتركوا فيها في أي وقت، وفي أي وقت ابعتولي أي أسئلة عندكم، علشان دي هتساعدني إن أنا أقدم لكم محتوى يناسبكم ويلمس حاجات عندكم انتم محتاجين تسمعوا فيها حلول وتسمعوا فيها كلام يخليكم تكتسبوا المهارات دي، وفي نفس الوقت تشتغلوا أو تنقلوا لشخصية معبرة عنكم اكتر، تعرفوا فيها تعبروا عن مشاعركم وعن نفسكم، وتحسوا انكم بتتنفسوا، بتحسوا بالحياه وانتوا بتقولوا انا حاسه كذا ومحتاجه كذا، وهتلاقي الدنيا بره والله بتتشقلب لك علشان انت نطقتي وقلتي انت حاسه ايه وعايزه ايه ومحتاجه ايه، فكنت هنا، فكنت موجوده، فاتشفتي، فطاقتك ظهرت، فالحياه بره بتستجيب ليكي. اشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات بودكاست شفره الكلام يوم الجمعه الجايه. باي باي.